أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحريف. امبارح الزمالك لعب أول جولاته مع سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري من الموسم الجديد وكسب 2-0. ويونيون فيريرا امبارح لعب بخطة جميلة جدا ولعب ووصل للتوليفة اللي هو كان عايزها. بعد في الماتشات اللي هي التحضيرية ما أداش أداء رائع، لكن امبارح وصل للتوليفة اللي هو عايزها وكسب 2-0 بهدفين لناصر ماهر في الدقيقة 84 ومحمد شحاتة في الدقيقة 89. محمد شحاتة امبارح جاب هدف بيفكرنا بأيام الزمن الجميل، بافال نيدفيد، زين الدين زيدان، روبرتو كارلوس. جاب هدف من نص الملعب، هدف خرافي وهيتكتب له وهيتحسب له في التاريخ انه جاب هدف زي ده في اول حياته. محمد شحاتة واحد من افضل اللعيبة اللي حسام حسن ان شاء الله هيعتمد عليها الفترة الجاية مع منتخب مصر افريقيا وفي تصفيات كاس العالم. ان شاء الله منتخب مصر هيوصل لكاس العالم 2026 لرابع مرة في تاريخه. مش ده موضوعنا خالص، موضوعنا بقى عن اللي حصل امبارح. امبارح جماهير نادي الزمالك بعد ما الزمالك جاب الهدف الاول وقفوا ويهتفوا هتافات ضد احمد السيد زيزو. احمد السيد زيزو بعد ما راح الاهلي ده لاعب كوره يا جماعه. لحد امتى يا جماعه هنفضل نشتم في لاعب كوره ونغلط فيه ونجيب في عرضه بعد ما يمشي من النادي بتاعه؟ لو في ناس صغيرين، في اطفال اكيد صغيرين امبارح وفي بنات، لو سمعوا الالفاظ دي من اهاليهم او من اخواتهم او من ايا كان يعني هيطلعوا عاملين ازاي؟ احنا عايزين نربي جيل يكمل حضارة ال7000 سنة، لكن احنا للأسف الكرة عميانة ومغطية على تفكيرنا. احنا لازم نتحضر شوية. الكرة احتراف. هو راح الاهلي عشان عايز يكسب بطولات، راح الاهلي لان هو شايف ان مستقبله مع الاهلي هيبقى افضل من الزمالك. ليه يا جماعة ليه نفضل نشتم ونجيب في عرضه ونجيب في عرض مراته وفي عرض امه؟ هيطلع لي واحد فلحوص دلوقتي ويقول لي ليه ما قلتش الكلام ده لما جمهور الاهلي غلط في شيكابالا؟ انا ضد يا جماعة ان حد يغلط في اي حد. شيكابالا سواء كان لاعب في الزمالك او لاعب في الاهلي، دي اعراض يا جدعان، دي اعراض. وربنا في سورة الاسراء قال فيما معناه ان ما ينفعش حد يجيب في عرض حد، وده حسابه عند ربنا عسير. يوم ما نقف قدام ربنا هيحاسبنا ان احنا غلطنا في زيزو وغلطنا في شيكابالا، مش هيحاسبنا ان ده راح الاهلي وده كمل في الزمالك او مش راح الاسماعيلي وبعد كده رجع الزمالك. ما ينفعش يا جماعه الكلام ده. والنهارده ان شاء الله اول ماتشات نادي الاهلي، عشق الجماهير. النادي الاهلي هيلعب النهارده مع مودرن سبورت الساعه 9 بتوقيت القاهره في اول جوله ليه في الدوري المصري بعد الاداء المخيب للامال في كاس العالم. عايز بقى يصالح الجماهير ويثبت انه مدرب كفء. هيلعب النهارده بخطة 4-2-3-1. هيبدأ بالشناوي في حراسة المرمى. خط الدفاع هيلعب بياسر ابراهيم ورمضان بيكهام وفؤاد وهاني. وسط هيبقى قفشة اليو ديانج بن رمضان. وخط الهجوم هيبقى دي وزيزو وشريف. انتظروا ان شاء الله بعد الماتش تغطية لاحداث الماتش بعد انتصار الاهلي ويحقق اول 3 نقط برضو. وزي الزمالك وزي ما قلنا ما ينفعش نغلط في اي لاعب ايا كان، راح الاهلي راح الزمالك. الكوره احتراف، الكوره احتراف، الكوره احتراف. وشكرا.